نزع عنواني صنقر من نسولف باشط لساني، ما عوف الصديج من يطيح بضيج دومه ويا الصديج مسرف نرداني. احنا الساس تاج الراس ما نرجع له هدينا، وكي حماها بدس من جابد تفاخر عما من نفوت خوف الموت كرجال يلاوينا. انا القلب والدنيا العالم كله تعرفني، صاحب غيره ومعدل وخيت اللي صاحبني، ويا ستار ذا ازعل طقتي وحده ما ثني. انا اللي ما خاف هز اشتاف ذا قالوا العركه، ابن ديوان ابد ما حقي ما تركه. انا اللي ما خاف هز اشتاف ذا قالوا العركه، ابن ديوان ابد ما حقي ما تركه. يسموني ابو الهداد، احب النار من الطلقات، احب النار احب النار. العادان خلي يحتار، شايل غيرتك والنار، اللي يسولف بظهري يسد حلقه اذا اندار. ما ماشي الخفيف بيام، اعرف ربع خوش اختار، وكي حماها بدس من جاب تتفاخر عمامي. نقول تصير ابشر خير ما اسحب كلامي، وكي حماها بدس من جاب تتفاخر عمامي. نقول يصير بشر خير ما اسحب كلامي، يهدي بيا اهيد وياه تبقى وحاطها بيمناه، تبقى وحاطها وتبقى وحاطها. انا معدل بالهده ومثل الطلقه وما تلحقني، والله والله روح اسأل حتى اجدادك، انا اجدادك لا تقابلني. احنا الساس تاج الراس ما نرجع له هدينا، من نفوت خوف الموت يا رجال يلاوينا. احنا الساس تاج الراس ما نرجع له هدينا، من نفوت خوف الموت يا رجال يلاوينا. ولا تخاف بس الزين يخاوينا، وكحين وقت الزود احنا اللي يشهد ماضينا، احنا اللي يشهد ماضينا. بينا الوادم تتنخى هيبه وكشخه وعالينا احنا، والله 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 بينا نسولف كل واد ما يرد سالم ليعاركنا. احنا الزاد واهل الجود من نظام اطنق ضبها، دنيا تحير من نغير من ننطب ونخربها. احنا الزاد واهل الجود من نظام اطنق ضبها، الدنيا تحير من نغير من ننطب ونخربها. للها وطيبين لكن توجع طقتنا. عزيزي المشاهد الكريم، أول ما نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تحياتنا وتمنياتنا إلى كل عشائرنا على الساحة العراقية من الفرات الأوسط إلى الجنوب إلى الغربية. وأثبتت عشائرنا صدق يعني بالمحن رجال دولة، أزيد من رجال دولة. يعني القضايا اللي حلتها العشائر ما تحلها دولة. واليوم الله يكون بعون شيوخنا، صار عليهم التركة ثقيلة، الانترنت، الموبايل، المشاكل الأخرى، المخدرات، السلاح المنفلت، الرمي العشوائي، الدقة العشائرية، هاي كلها على شيوخنا. هذا البرنامج حصل على تكريم الدولة ومنها وزارة الداخلية قبل شهر، عندما لزمنا سلاح دقة بالمدينة. مو لزمنا، طبينا بين الداقين وبين هاي، يعني الدقوا عليه، طلبوا السلاح الدقوا به،
سلموه إلى الجاويد والسادة، خابرني قال تجي تستلمه أنت بعد حر به. خابرت قائد شرطة بغداد والفريق عماد كان وكيل وزير، دزونا سيارة سلمناه تكرمنا. هذا إنجاز. والإنجاز الآخ دقة بالعبيدي يعني دم على ساعة صير دم، سوى مناشدة على قناتنا وزير الداخلية مكتبه بالليل خابره ودزينا له. والعليهن كلهن قبل أسبوع زرنا المدينة المقدسة الكاظمية، وجدنا مو الكاظمية في ترية ودهون وحاط لهم صبة منا وصبة منا ومترين سيطرات، وهي مدينة مقدسة يقصدها من كل دول العالم الزوار يزوروها. يعني شنو اللي يريد يوصل الكاظم يعني كأنما جاي من العمارة. فناشدونا على القناة، وأول البارحة حملة رفعوا كل الصبات وأهل الدهون وأهل الفيترية والغمامة، مع احترامي للمضيف ومقامكم. هذه ثلاثة، وبعدنا مستمرين والعليهن كلهن. اليوم احنا بمضيف عنزة، اليوم راح نسوي لقاء، وهذا اللقاء تاريخي وعشائري مع الشيخ قاسم العنزي. بعد ما نرحب به باسم وفدنا الإعلامي، يتعذر علينا البنات تأخرا راحا. احنا وفد 4، 2 محررات واني والمصور التلفزيوني، ولكن الوقت مقسمين علينا 3 أوقات، من الصبح ل 12 ومن 12 لل4 من الليل، العفو للعصر، ومن المساء الرجال يستلموها للصبح خفر. ولكن وفد احنا 4 موجودين بالكتاب وبكل شيء. باسم هذا الوفد راح نرحب بهاي الوجوه الكريمة، هاي هنة وذولا أحفاد ثورة 20، أصحاب الدلة والكرم والفنجان. هذا قانون العشائر. الأحزاب الزول والسياسة والملوك الزول، والدولة تروح تتغير، لكن الأصل يبقى. العقال والدلة تبقى. يعني 30 سنة جدي عقاله موجود هسه، من عجوز العجوز السلمة، لأن هذا عقال رسم تاريخ العراق، ورسم وحافظ على الدلة والفنجان. اليوم راح نرحب باسم هذا الوفد، باسمي شخصيا الصحفي والإعلام مجيد الموسوي، والمصور التلفزيوني فلاح الغساني، والمحررات بيداء الشمري وأسراء المالكي. تحياتنا للمرأة العراقية اللي تعمل بعز وكرامة من أجل إيصال رسالة، وتحياتنا إلى كل كادرنا البطل اللي دفع شهداء بالحرب مع داعش القذر صنيعة الشيطان الأكبر أمريكا. راح نرحب باسمكم وباسم المشاهدين وباسم عشائرنا وشيوخنا من الشيوخ الغربية إلى الفرات الأوسط إلى الجنوب، باسم كل عشائرنا وشيوخنا المعروفين تاريخيا: بيت بلاسم، غضبان المنيم، كاظم السدخان، شيخ بلاسم، محمد الغضبان، زهيرات، ثائر، جوامير، مصطاف، وبقت وبعد شيخ الخزاع القيس، كلهم محترمين، كلهم ذولا تاريخ بقوا حتى جبور بالضلوعية، شيخ صلاح ذياب وغير. والجنوب أيضا كلهم معروفين: صيهود مال شمر، تحياتنا إلى بن فالح السيد، هاي كلها معروفة. بس أحكي لكم على شبابنا. أكثر الشباب مع الأسف للجالسين شباب خاف يأخذون. هو الشيخ سليم بالمدينة عرس بالثمانينات، احنا الماء واللوشة ويا يما شباب 2 قالوا له: حجي شنو الماء؟ وقال لهم: العنبة والصمون. ما يعرفون الماء وشنو. هذا البرنامج وهيج برنامج تثقيفية ورسالية تعرف باسم العشائر. يمكن غدا من يشاهدون على التلفاز لقانا ويا الشيخ قاسم يعرفون هذا الشيخ بالمنطقة الفلانية تابع القبيلة الفلانية. تحياتنا وتمنياتنا لكل أبناء شعبنا، اللهم ربي خلص شعبنا من هذا الوباء الخطير ومن بعض السياسيين الجاثمين على صدورنا.
ونهني شعبنا أيضا بالتجمع العربي. مو الفوز غايتنا، بس احنا فرحانين رجعنا لحضان أمتنا العربية بعد قطيعة 20 سنة بزمن النظام السابق. بالأمس شفنا العرب ببيوتنا بالبصرة، ماكو فندق، ببيوت أهلنا والمضايف، هذا فرحانين به. نرجع للأصل ولا للدول اللي عندها طمع بينا، اللي تقطع المي عن الفلاح. هذا مو دولة. لو اكو حكومة قوية ورجال دولة كان قطعوا عنهم الاستيراد 27 مليار سنويا نستورد. قالوا لهم قطعوا المي احنا راح نقطع الاستيراد. تحياتنا إلى أبناء شعبنا وإلى الحكومة العراقية الأصيلة. نريد حكومة خدمات، نريد حاكم مو محكوم يحكم. احنا المحكوم شو نسوي بيه؟ يعني مشغلين عماله. اليوم حاملين معنا لهذا الرجل اللي أمامكم تكريم شهادتين. شهادة عندنا كل سنة لجنة يسموها شهادة أفضل شخصية عشائرية سنة 23. إذا نزور بالبلدية نكتب أفضل شخصية خدمية، إذا نزور ضابط أكتب أفضل شخصية شرطوية. خلي يفهم المشاهد. اليوم مسوي له شهادتين، واحدة من القناة وواحدة أفضل شخصية لجنة، حتى بها مسؤولين على الدولة ومن جامعة بغداد أكاديميين. هذه نكتب تقرير يا الشيخ الفلاني يستحق، على تقريرنا يقول نعم. هذا هو الإعلام الحقيقي الصادق، مو الإعلام يجيب له ممثلة عريانة على التلفزيون ويقول ليش ما صعدوك وتحكي حكي ما مقبول. لو يجيب لي هاي تقول أنا رومانسية على القنوات، هذا مو إعلام يا أخوان. لو كاظلة لك مايك باب الجامعة، تحبين الطويل لو القصير؟ لو حكي ما نريد نحكي، يعني ما يليق بحضارتنا وتاريخنا وديننا وكتابنا. ما طبعته طابعة نزل من السماء على صدر محمد عليه السلام. هاي تليق تطلع والله تقول أنا أريد رجال أحبه رومانسي، هاي تليق بنات عندنا وهذا التلفاز بكل بيت. تحياتنا. نريد نعرف من هو شيخ قاسم العنزي. نرحب بسماحة السيد المحترم والكادر الإعلامي اللي وياك، وشرفتونا بأحد مضايف عنزة اليوم الموجودة في بغداد. وإحنا عنزة كل الوطن العربي مو بس بالعراق، إحنا ناس بخت هالهذال يعني كنا، هذا بختنا من. ونشرف بكم بهذا المضيف المتواضع البسيط في بغداد، وعمامي كلهم يرحبون بكم عنزة. شرف بيك وبالكادر الموجود، واحنا بخدمتك مستعدين نجاوب بتواضع عن الأسئلة مالتك. عزيزي المشاهد، أول سؤال يعني نصيحة لله ورسوله والمؤمنين، الابتعاد عن أصدقاء السوء، شبابنا بالأخذ. قوة الشر احتلتنا، نعم ما ننكر هذا، بالآلة العسكرية ودمرت البنية التحتية، فشلت لأن الشعب العراقي مرت عليه أصعب من هاي. العراق بدأ ينتعش ونفطنا ماشي، وإن شاء الله بقى شيء قليل إن شاء الله. دخلوا علينا آفة مؤذية سم قاتل. خلي يسمع الشباب على كل القناة. هاي الآفة شو تدرون شو تسوي؟ تخلي الزني بالمحرمات، الابن يقتل أبوه. ذاك اليوم بكركوك ولد كتل خواته 2 كلية وأبوه وأمه. الطفل ينذب من السطح، أحد المكبسلين يرمي أطفاله من السطح. إخواني الشباب، الشعب العراقي عنده غيرة الرجال بالعالم. أنا 11 سنة بالخارج ما شفت مثل العراقيين بالكرم والشجاعة والإيمان. نريد أي جسم غريب تحسون بيه، أي واحد يتاجر بالكبسلة وهاي الكريستال تخبرون عليه، أو شيخكم أو القانون، حتى لا تتوسع هاي الآفة المؤذية وتاخذ حيز كبير وتعم على كثير من بيوتنا وشبابنا. احنا كنا عندنا عوائل لزموا بالجامعات بنات بالجنط مالهن، بالأقسام الداخلية، احذروا بالمقاهي، احذروا بالكوفي شوفات،
من أصدقاء السوء، يقول لك هاي حباية مال وجع راس أنا شايل شيء، احذر والله. حتى ذا يحط لك المي هذا، هاي المي قاموا يجيبون سرنجة يخلون يزرفوا أبرة سرنجة يضربوا يخلون، أي هاي المي اللي تشربوا. أقول للبنات البارحة بدي هذا خلنا احنا نشرب الولد يلا تشربن، كل شيء يصير مع احترام لهم. المخدرات شيخنا شنو هو توجيهاتك؟ دور العشيرة. اي العشائر مو العشيرة. عشائر. بسم الله الرحمن الرحيم. خير بدء الكلام هو كلام الله، حين تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. بالنسبة لموضوع المخدرات، طبعا احنا متخذين قرار عشائر صارم، ولازم يكون الدور الرؤساء العشائر من خلالهم يضبطون اولادهم خاصة طبعا. والانضباط شلون يتم الانضباط؟ خو ما الشيخ العشيرة يروح يتابع شخص لا، بس من خلال القعدات العشائرية ياخذ ولو 5 دقائق للتثقيف الشباب حتى يحسون انه العشيرة ما توقف له اي شخص ماخذ متعاطي مخدرات، الموضوع مالته يكون فزده، يعني فزده على نفسه على روحه، طبعا مكسور يعتبر. طب مو بس قانون، نسلمه للقانون ونخسره من عنده وما توقف للعشيره، هذا كان متفقين عليه. لا لي تاجر، حتى اللي تاجر مو شرط ماخذ، هو يتاجر بس يبيع، احنا هم يعتبر الطلابه مالته خارج العشيره او المتعاطي خارج العشيره، والله الشرب اهون او اي فزده يسويها اهون من هذا الموضوع مال المخدرات، لان المخدرات يزني بالمحارم، المخدرات يقتل اولاده او يقتل زوجته، المخدرات يخلي عبوه، المخدرات يذب نفط ويحرق، وبعدين من يصحى يقول هاي ما ادري شو مسواني، او ذب اطفاله بالشط. صارت جرائم ما موجوده حتى بالتاريخ ولا سمعانينها من قبل من خلال المخدرات. فاحنا كشيوخ عشائر ننبذ ونرفض هاي الحاله ونكون ضدهم 100%. وانا اطلب من اي واحد بالعشيره اللي راسه اني اذا بلغ عن اي شخص بالمخدرات مستعد للمقابله العشيره الاخرى، اذا طالبتنا ليش تبلغون علينا؟ نبلغ عليهم ويوصلوا ليها، وانا خابر عن طريقه خابر وزاره الداخليه او مكتب الامن الوطني المتعاون ويا العشائر او لجنه الشؤون الداخليه اللواء ناصر وغيره. فاحنا اذا ما نتعاون كنا ما نقدر نقضي على هذا الموضوع. بارك الله ان شاء الله. شكرا. زين شيخنا، بقت مسائل احنا المخدرات والله هي فوق كل هاي تهون. شيخنا اليوم بالجنوب قبل هنا يقول المضيف بخت، يقول له اخذ 10 ملايين بختك، يقول له لا. شنو هاي الفصول المليارات ونص مليار؟ هل تغيرت العشائر؟ لو تغير دستورها، لو صعدت ويا الدولار؟ سيد اكو شيء لازم تنتبه عليه جنابك. كل محافظه كل ديره ولها سراها، يعني غير السناين. هسه احنا ببغداد بعض ملتزمين بالسناين وبعض ما ملتزمين، لان بغداد خليط فرات وجنوب وشمال وشرق وصايره اشكال بغداد، يعني مع وافر احتراماتي. نظامنا ببغداد يطلبون فصول يعني غاليه، بس بالتالي يعني احتمال الاعلامي او الفيس او المصادر الباقيه للاعلام يطلعون بس اول ما يطلب الشيخ، بس بعدين يعني طلب مليار، هذا مثل جنابك تقول مليار الفصل، بس بعدين يجوز يصير 100 مليون فصل. بس نظام الجنوب ونظام الفرات شويه اهدى واقل وقت واقل تعب من بغداد من عندنا. يعني انا ضمن بغداد يعني ما اقدر اعزل نفسي عن بغداد. يعني اذا يريد ياخذ له 100 مليون يطلب له 150، بالتالي تصفى 100. احنا ببغداد اذا يريد ياخذ له 100 لازم يطلب له 700 800 مليون. فهنا مو بالتالي الرقم المطلوب هو نفس الرقم الماخوذ. واخر حادث شفته انا طلبوا يمكن 650 فصل بين يعني عشيره من اقارب هم، يعني بدون تسميه ما يحتاج اقارب، وطلبوا 650 فصل ومليار، عفوا 650 مصرف ومليار فصل. بالتالي صفى انه هو قاعد جوا الفراش. مو معناه المطلب احيانا يعني يريد يشوف المقابل اذا جاي ولا نيه فصله يقول له انا بخدمتك ولتي يصير وش درايه، وبالتالي كله ايش ساوى. عندنا امور جاي توقع بغير محافظات، نثر دم وغيره ياخذونه. احنا هنا يعني حوادث عندنا يعني جاي يصير والله العظيم كله جوانب موجود هسه منشور على الاعلام. بيوم واحد وقعت مشي يعني حادثين هنا عندي، هاي قبل 7 ايام حادث خياطات 10 الله وكيلك، وصار في لهم هم يعني مليون وما اعرف ايش قد، وخياطات راسه مفلش وبالجمله العصبيه. وهذا الطفل هسه كان قاعد هنا ابو العقال حد الان راسه بخياطات. قلت لهم الله وكيل حتى لو موت لان قضاء وقدر ما احاسب عليه، وانا كنت صاحب قرار. بس هم الشيخ مو كله بيده انه يوقع الفلان والفلان. ليش؟
لانه هم لازم يخلي الله بين عيونه ويرجع للذوي مالتهم خاصه. طبعا الدية الشرعيه لازم ياخذ تخويل من ذويه يعني من نعم يعني ممكن. شيخنا عاشت ايدك على هذا، بس احنا الاعلام مرات تاكدنا يا الله اكو بعض يقول اكو بعض محسوبين على العشائر ياخذون هذا المبلغ دخلاء. احنا تحيات اي احنا تحياتنا لكل عشائرنا حتى لا ياخذ هذا بخت، احنا ما نمنعه، ما يكو قانون يحده. نريدك تتحدث باختصار عن الدقه. قبل هنا يقول الدقه العشائريه حجاجنا القاعدين، انا ما ادري صحيح ما ادري، بص روايه جتني من بعض الشيوخ يقول جزيره هي قبل مو مثل هسه بيت علم، يقول يروح يرمي له طلقه ويخلي لبه ام التمر والفتيله وينبهه يقول له فلان انا جيتك، ذاك ثاني يوم يجيب عمامه او الطيبين مثل وجوهكم ويحول. هل صحيح هذا؟ خنجر. اي خنجر. هي الشيخ قال العشائر لها تقاليدها كلها. خنجر يحط له هاي ام السرقه برناو يحط له. اريد اسالكم، انا اعلامي مو تجاري ولا جاي اسوي دعايه لشركه معينه، انا اخذ رساله من هالوجوه الطيبه للاعلام ولاصحاب القرار. الدقه دي يجوز نايمه عوائل واطفال ونساء ومراه حامل رجال شايب مريض اطفال، هل يقبلها ديننا الاسلامي ورسالتنا؟ اول رساله للعالم من العراق، اول طب من العراق، أول علم، هل يقبلها ديننا؟ بالليل يربدون بيوت شتى الأسلحة، وهاي مال الجيش السلاح كله أخذوه ظل بالشارع بشتى، حتى طائرات مسيرة بالجنوب اشتركت بالنزاعات. هل يجوز هذا ديننا؟ ما يدي. أريدك تحكي لنا. هسه احنا راح اجاوبك انا على الجانب العشائري، واجبي هذا العشائري الشرعي اكو من يختص به. القوانين العشائريه بالنسبه للدقه هسه اختلفت، وللاسف اختلفت، لان هي احنا من نحكي عن الاصاله العربيه نحكي عن تاريخ ماضي واحنا متصل بينا اليوم، احنا نكمل ساريه ونكمل نعليها نرفعها، لازم مو ننزلها من تاريخها هن واجدادنا، مثل ما حكينا عن القهوه والدلال والمضيف والكلام. يعني هي نظام الدقه اللي انا عرفته وسمعته من اجدادنا ومن اهلنا هي دقه تنبيه. تنبه الشخص اللي وديت له انت طارش وما رضى يجي يعتذر منك، ما رضى يجي فصلك، ما الى اخره، ترجعون يرموا لهم طلقتين ثلاثه ببابه حتى ما يضربونه بالهواء. تنبيه. ورا 3 أيام 4 اذا ما اجى هذا الشخص يرجعون يضربونه بالاستاره فوق، يعني ما ياذون احد. اذا ما اجى وطبعا انت تتعب، تودي ناس وتودي وساطات وتودي، طبعا ترجع ترمي على البيت. هي هسه احنا هو انت تطلبه مو هو يطلبك، انت تطلبه ويرجع يدق البيت يفلش لك اياه، واحيانا يصير قتل بالبيت. انت تطلبه. يعني مثل قانون المرور، من افتهمنا من وعينا للدنيا عرفنا سايد الايسر للسريع. انت من تمشي اسرع من بصفك وسرعه مو جنونيه معقوله، مثلا 100 120، هذا يمشي 60 70، تدق له هورن حتى يوخر على اليمنى حتى تجتازه. هسه قام يجيك من اليمنى ويدق لك هورن ويجتازك، واذا طلعت على اليمنى احتمال يتجاوز عليك. اذا اختلفت قوانين عندنا، وهاي سبب اختلاف القوانين. انا من رايي الماسكين للمواضيع مو اهلها كلهم يعني، او ما ياخذون كلام اهلها، فصارت بيد يعني تطفل بالموضوع صار. فلعبوا بهاي المؤسسه المحترمه الكبيره المعروفه على مستوى العالم، المؤسسه العشائريه اللي ساهمت وتساهم بدعم المرجعيه ودعم القانون ومسانده ويعني وثبات الامان بالدوله ومساعده الدوله، وكل شيء موجوده بالمؤسسه العشائريه المحترمه. وولدت هاي المؤسسه منها قضاة هم شيوخ عشائر، موجوده قضاة وقاضي شيخ عشيره، هو وزير هو شيخ عشيره، حتى الضباط مو صح؟ هو وزير وشيخ عشيره، هو فريق جناب سعد حربيه وفلان وفلان هم رؤساء عشائر. زين، وعلي غيدان وعكاظم بوهان وناس محترمه، يعني هاي ناس يعني قاده وتلقاها موجوده بالعشائر. فمو معناه المؤسسه العشائريه لان يلبس عقال، لا، نعم اكو ناس ترتدي هذا الزي الفلكلوري المحترم الشريف التاريخ الموجود الاساس للعشائر العراقيه، ويسوون ناس اكاديميين ومحترمين
ومثقفين، وممكن الحوار وياهم، وممكن أن توصل النتيجة وياهم من غير الدقة العشائرية ومن غير سلاح. وبعدين هي حتى الدقة، أنت من تجي تدق بيت والحكومة سوتها 2 إرهاب، أنت بالعكس إذا أنت تطلب فصلك يكون مبلغ كذا او اعتذارك مبلغ كذا، بالدقه العشائريه راح يصير 2 إرهاب، راح يصير حملك اكثر من حمله. اكو دائره محترمه يسمونها مديريه شؤون العشائر موجوده بوزاره الداخليه، يديرها السيد اللواء ناصر النوري. ممكن تروح تقدم طلب وتقول اني يا الدوله مثل ما منعتوا الدقه العشائريه واحنا من ضمن الموافقين ونسند عدم العنف العشائري، انا هاي العشيره الفلانيه ترى انا اطلبهم وما جاي يجون، فانا اريد اشوف دوركم انتم شنو يا مديريه شؤون العشائر. وجربناها 3 مرات، 3 مشاكل تنحل بهاي المديريه المحترمه الموجوده. اذا انت اطرق كل الابواب واخر الباب خليه انه يكون العنف العشائري، وترى تدفع ثمنه غالي يعني. شكرا. اريد باختصار، اكو شيء نسمعه دائما حتى واحنا اطفال، المراجع العظام. كان المراجع بالدوله، المرجع المدير مالك، هاي مصطلح مثل المراجع دائما يصيحون 20 سنة أن يكون السلاح حصرا بيد القانون. أنا ذاك اليوم أشاهد شاب بعرس قاعد العالم على كراسي ويرمي التكيد، الشباب يمكن شايفيه على الفيس، وقعت منيدة قسما بالقرآن، وهذا طلع من قاع سوداء نعمت يوم شوية بالقاع كان كتلة كل الحرب. هذا شيء يسموه طايش، استهتار، شبع. مرات أهله يقول فلان شبع طغى. الحلوة مراجعنا نقول الروح الروحاني، ودائما ننطقها المراجع. ليش ما نطبق؟ خلي كل السلاح بيد الدولة، والدولة تقول لك خلي قطعة ببيتك. هل هي ثقيلة؟ لا. شو اسوي بي أنا؟ عندي قتال حرب، ناس حايرة بعيشتها عمي، بخلي لي مسجد بالبيت ودافن جوا البيت، واكو ناس سوت سرداب. هذا عمي عفه. نريد رسالتك واحترامنا للمراجع، والمراجع يقولون هذا السلاح غلط بيد الشباب الطايش. تشوف جارك تحاكيه يجر قاذفه على عقد نشي يقتل له 3 و2، انت قاتل دجاج، قاتل لك نفس بريئة. يعني نفس الله أكبر. ايش قد الله عز وجل تعب على الإنسان وسواه، ايش قد تكتله على من يو على حمامة، لو على بايسكل، لو على والله دومنة. مع الأسف أريد قتله تستحق حتى نقول والله هذا يستحق ينقتل. والله كلها تافه. من خلال معايشتنا بهذا البرنامج قدموا لنا الشيوخ ملاحظات والله توقف العقل على شغلات. بزونة تمشي على السياج وعجوزة تمشط، البزونة وقعت طابوقة، العجوز انشق راسها وماتت، انكتلوا 3. هذا مو هذا. واحد بالحسين يمان راشدية يشتري السمكة يوم الجمعة، هاي اللي يلبط السمك نسميه بالعربي بالمي. اجت بنية وراه توها لابسة عباء وفوطة، لبطت سوى هيك وقعها، قاعدة وفصل 3 ملايين على هاي. شي وقعت؟ انت وقعت بك. هذه ما نريدها بعشاير، ما تليق. نريد هذا. مشنا فلان اليوم نسهر يم شيخ قاسم نشرب قهوة. من يشرب قهوة؟ اعداد طلي قوزي. الله شاهد، لأن هاي مروية من تاريخنا. تحياتنا وتمنياتنا. بس نريد آخر سؤال يوجه رسالته شيخ قاسم العنزي إلى الشباب الطايش اللي يستخدم مسدسين يشيل وسكينة وقامة. طبعا هسه راح يسمعون اي واحد يسمعنا من عمامنا ومن العشيره المسؤول عليها. أنا من اليوم اي واحد يرمي بلعبه الطوبه او يرمي اي رمي عشوائي وينقتل واحد او يضرب واحد، يعتبر هذا الموضوع فسده على نفسه مو علينا من هالساعه. يعني هاي من الباب الثاني لازم هم رؤساء الافراد الموجودين والشيوخ هم يثقفون اولادهم على هذا الموضوع، انه لعبه الطوبه جاي تروح ناس بيها ابرياء، وبقت شغله السلاح المنفلت بيد الشباب اللي متعارك ويا فلان والمتعارك ويا فلان واللي شيء جاي يستخدمون اسلحه متوسطه مثل قاذفه او بي كي سي. زين هسه انت متعارك ويا شخص والشخص موجود داخل البيت، من تضربه قاذفه يا يظل طفل عدل
شبير عدل يعني مثلا يظل شنو ذنب هالعالم؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو هذا الشخص العدوك واللي ما يريد يوقف لك بالحق، اذا تيجي تقتص من وشنو ذنب العالم وشنو ذنب الجيران وشنو ذنب الاطفال، واذا اكو مريض احتمال واذا اكو مره كبيره وصارت بها جلطه وصار كذا وصعد السكر ومات فلان، وعندنا اشكال الموجودات حتى لا واحد يقدر يطلعنا على اليوتيوب ويكتب الحوادث الغريبه وهم تطلع عليه شنو ذنبها. فلازم اكو دور، والدور يكون حازم، يعني انه اللي يسوي هذا الشغله ما تشيل بيه العشيره، مو يشجعونه ويشيلون حتى الربع مالته ويوزعونه على الروس، والله احنا هذا بن عمنا من الطيب، اذا احنا شاركنا بتفليش المجتمع مو بناء. فاحنا من اليوم نطلب من كل الموجودين، وخلينا نبدي بهاي الباية نصعد عليها، انه هذا الموضوع لازم يثقفون عليه وما يشيلونه وما يشجعونه، ويعتبر على صاحبه كل من يعمل عمل سيء وما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يرضي العشائر ويكون خارج القاعدة والمؤسسة العشائرية اللي تعترض عليه أنه نعتبره على صاحبه. عزيزي المشاهد الكريم، إلى هنا ننهي هذا البرنامج، وأنا أتحسد إن شاء الله يحمي الله ورسوله والأنبياء على هذه الثقافة العشائرية، ووجه رسالة عسى يعني باكر فاز الفريق نط ذبايح لو نط شهداء من شبابنا. وش كم طفل انقتل البارحة والبارحة 7 مشجعين ماتوا. ليش تحولون الفرح للحزن؟ احتفل بطريقتك الخاصة، ارقص للصبح، دق على تنة كذا ماكو طابلة للصبح. وجابوا بديل الرمي هاي الطرافات، هاي خوش، هاي ثقفوا بها الأطفال بعد شيخنا، هاي يستوردوها بالعيد يعلمون. أنا كنت بالخارج الطفل يعلموه على تاريخ دولته، على الإنجيل مالهم، الدول عتنجيل احنا قرآن. احنا التجار يستوردون هاي الأسلحة. انت تسوي بها مناشده هاي، يعني تريد مال الاطلاقات الطلاق، هم جاي يمنعونه. ليش يضربون؟ جاي يمنعون، اكو لجان تفتر ويمنعون المحلات. ليش تبيعه؟ انا ليش ابيعه؟ انت سوي جنابك اعلامي ومناشدتك واصله، انتوا ليش ما تقطعونه من الحدود ما يدخل هذا؟ مو لو لا. الله يخليك. عزيزي المشاهد، هذه الكلمة احنا حاكينها على القنوات 20 مرة. عليكم الأمن الوطني، السيطرة النوعية الموجودة، قطع الطريق أمام التجار مصاصين الدماء. من تجي مناسبة يستوردون هذا الطقطاق والصجم، وش قد انضربوا جهاد. والله مدير مستشفى الكندي سالم البهادلي والله قال جابونا بال10 مرة من هذا الطقطاق. احنا اكو احتفاليات غير هاي نحتفل بيها، احتفالية خاصة يعني نروح نأذي بشر. راح توصلكم ان شاء الله هذه الكلمات النيرة، ونعتبرها قاموس عشائري ورسالة عشائرية، وتحياتنا من هذه المنطقة الشعبية ومن مضيف الشيخ قاسم العنزي، وبارك الله. وعذرا للجالسين خابطنا عليكم، اعذرونا، وتحياتنا لكم. عزيزي المشاهد، أولا ندعي من الله أن يحمي هذا التجمع الشريف وهاي العقل الطيبة، العقل الميالة، أصحاب الدلة والفنجان. شيخنا قاسم، عشت بالمضايف وفصول، من يجيك واحد شايل رشاشة وشايل هاي، تحترم من؟ احترموا بالدله لان من صالح. نعم، بارك الله. كعنوان عنق وما عنده لا عقل ولا شيء. بارك الله بك. كان قبل قهوة ما يشتروها من الأسواق، يشترون حب قهوة بهذا التاريخي. الفحم. نعم. ويقلونه بعدين يخلونه بالهواء. يحمسوها. نعم. ويدقونها وصارت القهوة. هسه أطيب الحليب النيدو، أطيب لو حليب الأم. لا طبعا القهوة حليب الأم وين ما هاي أطيب قهوتنا لو مال السوق. لا أكيد القهوة اللي نسويها. نعم. احنا هل يضوجون الناس؟ لا لازمة مال الرياضي. هل يضوجون بعضهم من هذا الهاون؟ بعض الناس يضوجون الهاون، الناس اللي تكره القاعدة العشائرية. أكيد لكل قاعدة أكو ناس تكرهها، للناس ناجحة ومحترمة أو تنصح بالعدل والمعروف. أكيد أكو ناس يضوجون، بس هاي يدل على الأصالة العربية والتقاليد العشائرية المحترمة اللي يورثوها من أهلهم وأجدادهم، وأكيد اللي ورثناه من قبل أشرف وأنزه من يورثونه اليوم. شيخنا لو عندك 20 طن رشاشة وعندك وحدة من هاي والدلة، أفضل لو منظر السلاح بالبيت؟ سيد، اثنين أقوى من السلاح.
اللسان مالتك اقوى من السلاح، نوبات بالسيطره للطريفه، يقول شاي سلاح، اقول له نعم، يقول لي شنو، اقول له بي كي سي، يظل يضحك. لان ممكن اني بلساني اخلص من المشكله اللي تصير واساويها وينهي الشر. ممكن الانسان ما يمتلك كلام معروف ورد وخيوريه، ممكن يصير عنف ويصير سلاح، وحتى مدح لها اقوى من البي كي سي. وهذا بالنسبه للهاون هذا شرف الاصاله العربيه والورثناه من اهلنا ومن لو ما تعرف الشرف ما حافظ عليه. نحفظه وراح يحفظونه الورانا. تحياتنا ونشكر الشيخ، ولو ثقلنا عليك يمكن. شرفنا بجيتكم. بدك شيء بعد؟ لا شرفنا بجيتكم، ولقاء محترم يدل على انه انتم قناه محترمه وكادر محترم، واشكركم كلكم.